السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده. انت في ريمونتادا. كل سنه وكل برج العذراء بالف خير، وان شاء الله يا رب تبقى سنه حلوه عليكم كلها فرح وكلها سلام من ربنا. النهارده هنتكلم عن 4 نصايح فعلا هتغير حياه برج العذراء لو سمع او نفذ واحده 2 منها، فعلا هيحس بفرق. الموضوع هيبقى مختلف تماما. طبعا لو انت كنت عذراء تيجي تقول لي يا سيدي اشجينا بقى، هتقول لنا ايه؟ تعالى اشجيك. هقول لك ايه في حلقه النهارده. وكالعاده لو كنت جديد معانا في القناه فانا برحب بيك، بقول لك اهلا بيك. انت في ريمونتادا، انت في القناه دي عشان خاطر تبقى على وضعك، كمان تعرف حاجه جديده عن نفسك او عن غيرك او عن البرج اللي انت مهتم بيه. فوق في الاي كده اهو، كل كام دقيقه في الفيديو هسيب لك فيديو البرج العذراء مهم جدا، ممكن تستفيد بيه او تعرف عنه حاجات اكتر. اول نصيحه معانا بقدمها لك يا برج العذراء: بلاش تعيط على اللبن المسكوب. بلاش تيجي تجمد قلبك وتاخد قرارات كنت واخدها قبل كده وفي 2023 تقعد تعيط. ما انا لو كنتش اخدت القرار دوت معلش الدنيا تبوظ. تلاقي افكار كتير في دماغك وانت بطبعك يعني شبه برج الجوزاء، بتفكر كتير. مش عايز كده، خلاص اللي خدته اخدته، ابدا اكمل حياتي، ابدا اخد خطوات في اللي جاي. خلاص هعمل، مش هزعل على اللي فات. اللي فات عدى زي ما بنقوله كده، اللي عدى مات، فبلاش، او اللي فات مات زي ما بنقوله. فيا ريت يا ريت تركز في اللي جاي، تخطط للي جاي. بلاش تسيب الدنيا سداح مداح لان انت ما عندكش نفس انك تعمل كده. فلا، خد خطوات، خد خطوات. لا 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 لا, لا. ابتدي من جديد، ابتدي من جديد، ابتدي خد خطوه ورا خطوه ورا خطوه. صدقني الموضوع هيبقى مختلف تماما. يعني دي نقطه ممكن تفيدك، فبعد اذنك ركز فيها، حاول انك تعمل كده وانت من الشخصيات اللي هي بتحب تكبر دماغها. فبلاش تخش في موضوع ما تعرفش تخرج منه. النقطة اللي بعد كده اللي بقدمها لك: حاول دايما تطور من نفسك في اي مجال. تطور من نفسك في اي مجال، حتى في العلاقات، حتى في الحب. طور من نفسك في العلاقات والحب. ابتدي تتعلم، ابتدي تتكلم كلام حلو مع الحبيب. بلاش حياتك تبقى دبش او مواقف بتدل على الفعل حلو، اوكي مفيش كلام، بس برضو الحبيب بيبقى محتاج منك انك تتكلم معاه. كذلك تطور من نفسك في شغلك، تبتدي تعمل حاجة جديدة، تبتدي تخترع حاجة جديدة في الشغل ده. لازم تتشهر ولازم تتعرف عن طريق مجهودك، عن طريق افكارك، عن طريق اختراعاتك. لازم تبتدي تاخد خطوة، لازم تعلى بالليفل. وبعدين يعني ما كنتش انت اللي هتخترع وتطور، مين؟ انت من اذكى الابراج، وبتعرف تستخدم مخك بطريقة صح، وبتعرف تقنع اللي قدامك، ودي نقطة جميلة جدا فيك. فبعد اذنك خد، مالكش دعوة باللي فات. ما تقولش اصل انا مش فاضي عشان بعمل كده. لا 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 لا. كذلك في العمل، كذلك مع اصحابك، في اي حتة يا ريت تطور دايما من نفسك. النقطة اللي بعد كده بعد اذنك، يا ريت تكون جاد مع اللي هتبقى معاه. بمعنى اوضح ايه؟ انت كتير جدا بتنفذ كلامك في اوقات كتير وبتختار دايما الحاجة الصعبة، بتعرف تحل، بس كتير جدا برضو ما بتعرفش تكسف. خليك جاد. يعني ايه؟ يعني انا مش هعرف اخدمك، خلاص مش هخدمك. كل ده بيعطلك، كل ده بيخنقك، كل ده بيعمل لك مشاكل. لا، احنا عايزين نعلى بالليفل. فانا مش عايز مش طب هشوف او تعملها وانت مالكش نفس، او تعملها وانت مش عايز. لا 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 لا. انا يا هعمل يا مش هعمل، انت مشكلتك انك بتخاف على زعل الناس، ما بتحبش تزعل الناس، دايما حاطط برضو زعلهم، لان بتستغلب ناس كتير في حياتك وانت اللي في الاخر اللي بتطلع غلبان. يعني ساعات ناس كتير جدا فعلا بيبقوا غلابة وبيبقوا محتاجين وانت كراجل وكشهم بتقدر تعمل كده وبتقدر تعدي الحوار. فبعد اذنك ارجوك بلاش بقى تستغلب، او هنفذ مش هنفذ خلاص مع كله. زي ما انت بتعمل وبتنفذ كتير، برضه لو جيت بصيت لنفسك ما بتلاقيش نفسك ان انت بتنفذ كتير عشان مش راضي تكسف. ده بيعطلك، بيعمل لك مشاكل عامة في حياتك. فبعد اذنك ارجوك، الولد والبنت بتكلم عامة بصورة عامة، لا عدي، طور، مش وقته انك تعمل كده. لا، انا عندي حاجات اهم، مش وقته انك تقول انا هنفذ معاك وفي الاخر ما تنفذش، او هعمل في الاخر
ما تعملش، لا يا هعمل يا مش هعمل. انت كتير بتعمل، الكتير بقى اللي ما بتعملش قول لهم مش هعمل. ما تجيش على نفسك، ما تعطلش نفسك. النقطة اللي بعد كده يا صاحبي، خليك دايما مع صحابك. مرات كتير بنصحها بقول لها بلاش الصحاب، خليك دايما مع صحابك، ما تخليش اي حاجة تعطلك عنهم السنة دي، لان دول هيبقوا مصدر طاقة ومصدر سند انت هتعرفه. انت ما عندك استعداد تعيش بصاحب واحد، وانا عارف ان برج العذراء يقدر يعمل كده، بس الصحاب هم السند في الايام دي. وانت كصاحب عذراء مهم جدا بالنسبة لهم، وانت كعذراء ما بتنقيش اي صحاب وخلاص، انت بتنقيهم بدول وبتنقيهم كمان بده. فكمان دي نقطة مميزة انك تنقي حاجة بقلبك في الصحاب، ما تبعدش عنهم، ما تخليش اي حاجة او اي حد يحاول ان هو يعمل مشاكل ما بينكم او يبعدك عنهم بالطريقة او واحدة او اي مشغوليات، لان دول هيبقوا من ضمن الناس القوية في 2023. هيدعموك، هيقفوا جنبك، هيفرحوك، هيسندوك. كل دوت مهم ولازم تعرفوا عن الصحاب. يا رب تكون حلقة عجبتكم واستفدتوا منها معلومات خفيفة جدا. ممكن احذرك كبرج من الصحاب، وممكن اقول لك كبرج عذراء خلي بالك ولازم تقوي علاقاتك بصحابك لان هم سند. فاكتبوا لي في كومنتات، عرفوني من نفسكم، قولوا لي احنا عذراء من كذا، ولو كلامي صح دوس لايك للفيديو، مش هتخسر حاجة. السلام عليكم، وان شاء الله نحاول نفرحكم دايما.